السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا، يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا، اللهم آمين. حبايبنا، النهاردة هنتكلم عن موضوع بسيط بيمس حياة الناس، بيمس الأسرة المصرية في صميمها. هنتكلم النهاردة عن الفرقة ما بين الأزواج. ناس كتير حضراتكم متزوجين وعايشين في نفس البيت ولكنهم أغراب. أسباب كتيرة بتودي للطريق ده، وده طريق مرفوض. يعني ممكن الزوج يقعد باليوم والاتنين ما يكلمش مراته، وممكن كمان مراته تقعد باليوم والاتنين ما بيتكلموش مع بعض، مفيش حديث. بيرجع مهموم وهي كمان مهمومة، وهي كمان مهمومة، والأمر عمال يزداد سوء والفرقة بتزيد. طبعا حضراتكم ناهيكم عن ضغوط الحياة ومشاكلها، اللي دي أحد الأسباب المهمة للفرقة ما بين الأزواج، لكن دي مشكلة خطيرة وبتهدد المجتمع، بحيث إن يكون الواحد بيعيش كأنه بيأدي دور معين، كأنه بيمثل على نفسه أو بيضحك على نفسه، ومفيش حياة حقيقية. الجليد ده يا إخوانا لابد أن يدوب، لابد أن يكون هناك حوار، يبقى فيه مبادرة. يعني نفترض إن فيه راجل ومراته اتخانقوا وزعلوا من بعض، هي مستنيه ان هو يصالحها، وهو كرامته ناحية عليه، مستنيه تصالحه. ابتدى الموضوع يزيد، وممكن الموضوع يبقى بسيط وتزداد الفرقه ويزداد الشرخ. لا يا اخوانا، الاسره المصريه مش كده. الاسره المصريه وعاداتها المفروض مفيش، عفوا في اللفظ، كرامه ما بين الزوجين. المفروض الموضوع ده يدوب. يعني يا ستي تعالي على نفسك، اعصري على نفسك ليمونه وكلمي زوجك. وانت كمان يا استاذ، يا سيد، يا سيد، انزل من كوكبك الكبير وتنازل شويه، عشان خاطر يا اخوانا المشكله اللي انتوا فاكرينها ممكن تكون صغيره دي ممكن تكبر، وممكن الشرخ يكون كبير. احنا هدفنا نحافظ على الأسرة المصرية، خصوصا لما يكون في أطفال، في جيل بينشأ. لابد من أطفالنا وأولادنا ينشأوا في بيئة صحية، بيئة مناخها طيب. مش كفاية العذاب اللي احنا بنشوفه، لازم الست تدرك إن زوجها بيواجه مشاكل. ده عموم الناس حضراتكم، بنتكلم عن الشريحة كبيرة في المجتمع المصري، ولازم برضو يدرك هو إنها عليها عبء كمان. فإذا لابد من الاتنين يكون في أرضية واسعة للتفاهم، عشان خاطر المشكلة حضراتكم اللي انتوا فاكرين إنها ممكن تكون صغيرة ممكن تزيد وتكبر وتؤدي إلى نتائج مرعبة ومخيفة في المستقبل. ما تستهتروش حضراتكم بمشكلة بسيطة أو مشكلة صغيرة، لا، المشكلة الصغيرة دي ممكن تتسبب في زيادة الفجوة. ربنا إن شاء الله يقدم ليكم كل السعادة وكل الخير. إن شاء الله أيامكم اللي جاية تكون أيام جميلة مفعمة بالأمل والحيوية. وأطفالكم الصغيرين خلوا بالكم منهم وربوهم في بيئة صحية، بيئة نقية، بيئة مليانة بالحب والمودة. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.